عندك قشر طماطم يبقى بجد عندك خير كتير في مطبخك. طماطمايه اهي معايا هقشرها قدامكم، مش هاخد من اللحم ولا حاجه، مجرد القشر اللي كلنا بنضرب الطماطم بقشرها ونرميه. لا احنا المره دي هنحتفظ بيه، نجمع شويه حلوين في الفريزر، قشر اهو مش لحم ولا حاجه، لغايه لما نجمع شويه حلوين عشان نعمل احلى صلصه برطمانات. الصلصه دي بجد حلوه قوي. والفيديو النهارده ده انا بعتبره ثروه. والاول مره بقول لكم اعملوا لايك، والاول مره كمان بقول لكم لو الفيديو ده عجبكم وشفتوا ان هو خير وناس كتير هتستفاد منه بجد شيروه. انا معايا هنا في حدود كيلو ونص قشر طماطم محتفظه بيهم في الفريزر، هضيف لهم نص كوبايه ميه ومعلقتين زيت، وهرفعهم على نار عاليه لغايه لما يفكوا من بعض، وانا مغطيه الغطا، والنار تكون معايا عاليه اول لما يفكوا. وبعد كده بدأوا يغلوا اشيل الغطا واخلي النار متوسطه، واسيبهم بقى يتهرى كده القشر ده مع بعضه. شايفين الميه اللي في المعلقه بقى الطماطم مش ميه. اضغط كده الاقي القشر ده بيتهرى معايا، اخده احطه في شفشق الخلاط وابدا اضربه. شايفين لونها وجماله. قبل ما نضيف اي اضافات هنصفيها كويس قوي بمصفى ضيقه، علشان مش عايزين ولا قشرايه تكون في الصلصه بتاعتنا. شايفين لونها وقوامها. هبدا اصفيها كويس قوي، بس اراعي ان انا منزلش ولا حته قشر في الصلصه بتاعتي. بجد الفيديو ده حلو قوي، انا بحب الحاجات الموفرة دي اللي بنستفاد منها. والفيديو ده ان عجبكم جربتوا الطريقة بجد شيروه علشان الكل يستفاد. نصفيها كويس قوي. كلنا بنحتاج في الشتاء واكلات الشتاء الطماطم، احنا من الطماطم وقشرها وكل حاجة مش هنرمي منها حاجة، علشان كمان نحارب غلاء الاسعار. هرجعها تاني في الحلة، وهحط معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة مليانة بابريكا. اقلب كويس وارجعها على عين البوتاجاز على نار متوسطة مع اضافة معلقتين زيت. وهنا انا حبيت اعزز اللون والطعم ان انا اضيف معلقة كبيرة صلصة، دي اختياري، انا كتير بعملها ومش بضيف الصلصة ولا حاجة. وهفضل سايباها على نار متوسطة زي ما انتوا شايفين هي بتجري من على المعلقة، فمش ده القوام اللي انا عايزاه. هنشوف المراحل مع بعض. بتغلي اهيت، وبرضو لسه مش ده القوام اللي انا عايزاه. بتنزل برضو من على المعلقة بس بدأت تمسك شوية عليها. هسيبها برضو تاني وتعالوا بقى نشوف ده القوام المطلوب. شايفين على الاسباتيولا بدأت تمسك ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه. هطفي النار وهاخدها وهي سخنة كده اعبيها في برطمان ازاز. البرطمان ده انا بقفله وهو سخن كده، وبقلبه على الغطا بتاعه واسيبه لتاني يوم على الرخامة لغاية لما تبرد خالص، واحتفظ بيها في التلاجة او الفريزر. بتفضل معايا طازة زي ما هي، كأننا بالظبط شارين صلصة البرطمانات. شايفين لونها؟ شايفين سمكها؟ من شوية قشر عملنا احلى صلصة برطمانات، وهي كمان لسه سخنة. لما بتبرد بتتقل كمان شوية ولونها كمان بيغمق. ودي في الحلة شايفين مش بتجري ولا حاجة، ماسكة نفسها وبرضو هي لسه سخنة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. وزي ما قلت لكم شيروا الفيديو ده لو عجبكم ولقيتوا ان هو مفيد وهينفع ناس كتير. وألف هنا.